بيكم في اكلات ووصفات. هنعمل النهارده مربى الجزر. معايا الجزر اي كميه انت تحبي تجيبيها. انا جايبه 2 كيلو ونص علشان احط لهم كيلو سكر. اغسلي الجزر حلو من الطين والحاجه اللي عليه والتراب، ونضفيه وقشريه وبشوريه. ما عندك عايزه تقطعيه بسكينه، بس قطعيه رقيق، يعني ما تقطعوش تخين قوي علشان يستوي على طول. ابشريه كل الكميه اللي معاكي بالمبشره او بالسكينه زي ما قلنا. وبعد كده هتجيبي الاتنين، انا جايبه 2 كيلو ونص جزر، هحط عليهم كيلو سكر. انا مبحبش المربى او اي حاجه فيها سكريات تبقى سكر زياده عن اللازم. الحاجه في الوسط بتبقى حلو. قلبي عليه السكر وسيبيه، يعني انت بشرها بالليل وقلبي عليها السكر وسيبيها سويها الصبح، او بالعكس اعمليها الصبح وسويها على المغرب او بعد المغرب يعني بالليل. على ما تكون نزلت المية اللي فيها. زي ما حضراتكم شايفين نزلت كل المية اللي فيه. في ممكن تعمليها تقطعها بالسكينة وتحط عليها كوباية مية اللي هي بتاعت الشاي دي، وسويها من غير سكر. هي هتنزل المية اللي فيها، وبعد كده قوم في اخر 10 دقايق حط لها السكر. ما بتغيبش 10 دقايق على البوتاجاز. في الاول سخني الحله، ما تحطيش اي اكل او اي حاجه والحله تكون مبلوله. سخني الاول الحله تنشف من الميه اللي فيها، وبعد كده حطي فيها الحاجه اللي انت هتطبخيها. عملتها، حطيت الجزر بعد ما بشرته ونضفت وظبطت الدنيا كده، وحطيها بقى تستوي براحتها. اول حاجه تغلي، وبعد كده هدي النار خالص، خليها شمعه. الماده الحافظه بتاعتها قشره سفندياي او ليمونه. بس هو دي اللي احنا هنحطه النهارده في المربى. وسيبيها بقى براحتها خالص، تغلي براحتها خالص وتستوي براحتها. عايزه تهرسيها بالشوكه علشان ما يبقاش فيها قطع، اهرسيها. عايزه تسيبها قطع زي ما هي، بس سويها على قد ما تقدري، ماشي. عايزه تعمليها بالهاند بلندر بعد ما تستوي، خلاص. هي كانت بسيطه وما كلفتش اي حاجه وما خدتش اي وقت. وده كان فيديو النهارده، واشوفكم في فيديو جديد.